shall bathe. ويلكم شباب مع هذا الفيديو جديد. معنا البطل الجديد ألوكارد. أنا حبيت ألعب ألوكارد اليوم، بفرجيكم كيف تحترف ألوكارد ببساطة تامة. طبعا أنا عم ألعب ألوكارد بالميثيكال جلوري يا شباب. ألوكارد من الأبطال الأقوياء جدا. طبعا شباب أنا حاولت قصر الفيديو قدر الإمكان مشان أترك فترة للبطل ألدوس. ما بحب أنزل دائما لألوكارد، فتابعوا معنا الفيديو راح تشوفوا كيف اللعب باحتراف بألوكارد. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع زر الإعجاب، وشكرا. طبعا هون أنا حاولت قصر الفيديو قدر الإمكان. ما بحب ألعب بغير أبطال، أنا مخصص القناة بس لألدوس، لكن الشباب طلبوا مني إنه ألعب بألوكارد فما حبيت خجلكم. طبعا يا شباب أنا هون عانيت في بداية الجيم، متت. طبعا أنتم بتعرفوا إنه زيلونج هو الكاونتر لألوكارد، كونه بيعمل ستان دمج سريع. طبعا انا شوي تبهدلت ببداية الجيم، لكن راح فرجيكم كيف قدرت اتمالك نفسي وقدرت اجمع اكثر جولد ممكن لحتى اقدر اخذ كلات وخلص الجيم باسرع وقت ممكن. لاحظوا يا شباب الجيم كيف كان، ولاحظوا كيف كنت فوت وكيف اهجم بالوقت المناسب وما بتسرع مثل ما صار معي في بداية الجيم. Everything will come to an end. Initiate retreat! An enemy has been slain. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. Let me show you the art of killing. Double kill. Your team destroyed a turret. Try not to drag me down. Killing spree. Let me show you the art of killing. Monster kill. لكن الطريقة الفضلة للهجوم، لاحظوا يا شباب هلا في 2 بالميد، انا ما هجمت، انا استنيت الميج لحتى يجي. لاحظوا انا واقف ما دخلت، بس وصل الميج فورا دخلت يا شباب. طبعا الاساس بألوكارد انك تعرف كيف تدخل وامتى تخرج من المعركة. طبعا اي بطل بموبايل ليجند لازم تعرف توقيت الدخول والخروج لحتى تكسب المعركة وتكون لصالحك. طبعا عنصر المفاجأة جدا مهم، انك تكون مختبئ وبعدها بتهجم على العدو. هذا كمان من اساسيات الجنجل بشكل عام. لكن بألوكارد يا شباب عنده لايف ستيل وعنده دمج عالي، فبنعتمد على الهجوم المفاجئ دائما. بنصيد بالالت، بنحاول نهيل، وبنفس الوقت نكسب المعركة لصالحنا وبنستهدف العدو الأكثر ضرر. هذا الشيء معروف بكل الأبطال، لكن بألوكارد يا شباب إذا قدرت تسيطر على التيم فايت أنت أخذت تلقائيا سافيج. تلقائيا يا شباب من أسهل الأبطال بالاستخدام هن ألوكارد، لكن مجرد أنك تعرف إمتى تدخل وإمتى تطلع من المعركة. طبعا شباب هم كان فيني يقتل شافير معي الفيرس، لكن جيت للسلح فرغم انه ترسترت، لكن اوكي. Demons! Initiate I'll cleanse retreat. this land with your blood! Okay. Let me show you the art of killing. Launch attack. Try not to drag me down. طبعا شباب الكل بيعرف انه ألوكارد
من الابطال الايرلي جيم، لانه بيعتمد على الدمج فقط بالايرلي جيم، لانه بالليت جيم الكل يكون بيشتري دروعه، وطبعا هو ما عنده متانه عاليه فالناس بتشوفه انه يوزلس. طبعا انا بشوف الدخول الصح اهم من كل شيء. لاحظوا يا شباب هلا على التانك عطانا فيجن، عطانا رؤيه. طبعا دي جي عمل الت. لاحظوا يا شباب الدخول هاد، شوفوا الهيل كيف يا شباب، كيف شوفوا اللايف ستيل كيف. طبعا هون دخول حلو. نهينا الجيم تقريبا بهذا الهجوم. بالنسبة لألوكارد لاحظتوا يا شباب كيف الدخول الصح عطاني مجنون مباشرة، يعني ما يعني غير أبطال ممكن ما تلحق تعمل كل هذا الشيء. طبعا كل بطل له مميزات. المهم شكرا يا شباب على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضع زر اللايك وتابعونا، وإذا بتحبوا فيديوهات لألوكارد مستقبلا مشان ننزل لكم دائما اكتبوا بالتعليقات. ودمتم بخير وسلام.